بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. مصيبة في العنبر وجت بتوفيق وستر من ربنا، عشان لما نقول الواحد لما بيعمل ربنا بيسترها معاه. اهو انا نايم ولا بيا ولا عليا، سبحان من الهمني ان انا قبل ما انام اوطي الحنفيه بتاعت الخليه. شايفين الميه؟ العنبر كله قلب ميه. شايفين بقى فين بقى ستر ربنا؟ شايفين الخرطوم ضرب ده بتاع ده العوامه بتاع البرميل، عوامه البرميل. شايفين عامل ازاي طق؟ شايفين بقى الميه في العنبر؟ الميه لفت العنبر كله اهو. شايفين العنبر كله لفت حوالين البطاريات الا العلف. ده اسمه توفيق ربنا، ده عشان الواحد الحمد لله وبلا شكرانيه في نفسي لما بيعامل ربنا. الدنيا عندي اتعدمت اهي تربي فيها سمك وفراخ الا العلف. يعني ده توفيق من ربنا. وحصل معايا برضو الدوره اللي فاتت، زوجتي سابت الخرطوم مفتوح ونسيته، والميه كانت شبر ووصلت للعلف، وانا طبعا كانت اخر شكاره علف ساعتها وحاطط تحتها كل الشكاير القديمه، فكانت عاليه عن الميه. هعرض لكم الفيديو. ده اسمه توفيق من ربنا، عشان الواحد لما نطلع نقول اللي بيعامل ربنا، الكلمه دي كبيره ومعناها عميق. معنى انك تعامل ربنا او تتكل على الله، خلاص على كده يا باشا انت في امان. شايفين ما شاء الله؟ شايفين حيوتي الكتكوت؟ بسم الله ما شاء الله اكبر. طبعا حل الخليه دي ايه بقى المشكله دي عشان ما تواجهش حد؟ انا غلطت. انا الخرطوم كان قصير، المفروض الخرطوم ده يكون طويل لحد هنا ويجي في كوع بوصله تاني خرطوم، والكوع يركب فيه جلبه بسن داخلي. الجلبه تتربط هنا كده في البتاع ده، والتاني يتلحم لحم مكوى. هعملها واوريها لكم، يتلحم هنا. فانا بقى يعني شغلت دماغي ورحت حاطط خرطوم بقى فيز من هنا وربطه فين؟ في الخليه. فالميه بتيجي من هنا توصل البتاع. مع الوقت الخرطوم قعد يتمدد لحد ما طق. شايفين الطق عامل ازاي؟ خرطوم طق يعني طق وقعد من الدنيا. هنعملها ان شاء الله ونعالجها. الحمد لله لسه الدنيا عندنا تمام. توفيق ربنا معانا، ستر ربنا معانا، ودي بالدنيا. عملت ايه بقى يا ابو انس في اليوم الخامس وفي اليوم السادس اللي هو النهارده؟ طبعا اليوم الخامس ميه بيضاء كله، بس انا عشان جايب كتكوت قطعان كبيره فالمناعه هتبقى مهزوزه، نزلت رافع مناعه اللي هو سيفا بلاكس، في الف د 3 واللي هي سيلينيوم، وفي كاف كولين واحماض امينيه، وكل دول بنسبه كبيره. منتج سيفا بلاكس. 12 ساعه وتاني 12 ساعه ميه بيضاء. اليوم السادس استخدمت ايه يا ابو انس اللي هو النهارده؟ طبعا انا عندي مساحه ميه بيضاء، لكن كان عندي املاح معدنيه جرعه يعني من ايام ما كنت بستخدمها، فرحت حاططها. مع ان انا بستخدم على فايض نظيف مش محتاج املاح معدنيه، لكن الجدول لو عايز تمشي صح برضه ميه بيضاء. يبقى اليوم الخامس، اليوم الرابع، اليوم الخامس ميه بيضاء، اليوم السادس ميه بيضاء، اليوم السابع تحصينه نص ساعه وبقى اليوم ميه بيضاء، 3 ايام ميه بيضاء متواصله. انت عايز يجيلك مشاكل كبد وكده ازاي؟ كبد عندك كده ما تحملش عليه خالص. بروبيوتيك 4 ساعات السقوه، البتاع ده الميه المحمضه ببروبيوتيك سقوه 4 ساعات تقتل اي بكتيريا عندك، سالمونيلا، ايكولاي، كوليستريديا. فما شاء الله شايفين الحيويه؟ شايفين الكتكوت؟ انا بتكلم الكتاكيت بتيجي عندي. بالك من الواد الزنان ده الحيويه بص ما شاء الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. دي حيويه الكتكوت. الكتكوت بيلعب بيسلم عليكم. كاب 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 كاب. ده كتكوت ما شاء الله، تحس انها كلها ديوك مع اني جايبه قطعان كبيره، بس ما شاء الله الكتكوت فرخ. عمر 6 ايام 5 تاكيد. يا دوبك بدأنا في السادس. اديكم كده عرفتوا نظام التحميض. اول اسبوع لحد اليوم اول 3 ايام تحميض 4 ساعات مع خل طعام تنزل درجه البي اتش ل4. بعد كده تاني 4 ايام ميه بيضاء. عايز تحط سقوه رافع مناعه مفيش مشاكل، سقوه بس ركز على الميه البيضاء. الميه البيضاء كلها فيتامينات ومعادن. عايز تركز تدي سقوه املاح معدنيه، بس يستحسن لانه موجود في العلف لو بتستخدم علف نظيف ماشي. عايز ميه بيضاء يبقى انت كده برنس، يبقى انت كده اسطوره. ميه بيضاء. وفي احلى من الميه البيضاء هي كتر ادويه. عارفين مين اللي اخترع موضوع الادويه الكتيره دي والبروتوكولات؟ شركات الادويه.
اي واحد عامل منتج عايز يبيعه زي اللي اتكلمنا عليه قبل كده اللي هو البروتوكول، يطلع يقول لك اصل وفصل ولازم وما ينفعش وازاي وكيف والعلم بيقول اهو عكس العلم بتاعه ميه بيضه. العلم بيقول حاجه واحده بس، فرخ تعب عالجه. والامان الحيوي بيقول لك ما تخليش الفرخ يتعب، ما تسيبوش يتعب، ما تسيبوش يطش، مش هتنزل خالص. محمد نجيب طلع دوره كامله عنبر كامل على ميه بيضه، ما استخدمش في الدوره غير غسيل كلى ومنشط كبد دعم، ما كانش ممكن كانش يستخدمه لان مفيش حمل على الكبد وكلى، كل شغله ميه بيضه. فكان بينزل من باب الترفيه ميه بيضه. ايه الشركات بتاعت الادويه عشان تبيع منتج، الكتكوت بيدعم كذا، المنتج ده بيدعم كذا وكذا وكذا وكذا، ولو ما استخدمتوش هيحصل لك. طبعا البيطري عايز يبيع او النصاب عايز يبيع، خلي بالك في مرض اسمه كذا وعلاجه مش عارف كذا، تيجي تدور على علاج ما فيه، منتج اسمه كذا ومحترم. لو جبت مثلا منتج تاني يقول لك انا ما اعرفش بقى هو مفعوله قوي ولا لا، انا واثق في ده، انا جربت ده. تلاقي نفسك شركه صناعه املاح معدنيه باعت لك، الف د 3 باعت لك، هي سيلينيوم باعت لك، املاح معدنيه باعت لك، كاف كولين باعت لك، احماض عضويه باعت لك، مضادات حيويه تيلوزين وكوليستين وتلميكوزين وفوسفومايسين. تلاقي نفسك معاك 50 كرتونه دواء قدامك كده، كرتونه ادويه كتير بالعبيط، ومضاد سموم وغسيل كلى ومنشط كده، غير بروبيوتيك ميه محمضه مع بروبيوتيك تنزل درجه البي اتش ل4، تموت لك اي بكتيريا ضاره، سالمونيلا ايكولاي كوليستريديا اللي بيستهدفوا الوزن والمناعه وبيسببوا نافع. فلما تعمل لهم تظبيط خالص، يعني تعمل بيئه ما ينشطوش فيها من عمر يوم، يعني من عمر من 1 2 3 بتخلي الوسط حمضي، مفيش نشاط بكتيريا خالص عندك. وكمل الدوره في الاخر احنا بنستهدف الاوقات اللي هينشط فيها البكتيريا دي اللي هي بتتم النمو، وبنكثف الجرعه، بنخليها 4، انا مخليها على 4.5، بنخليها 4، وبدل ما نخليها 4 ساعات هتبقى 6 وهتبقى 12 بعد كده في حالات العلاج، واحده واحده. وهتشوفوا احدث نظام تربيه بالمياه المحمضه. ده شغل المحطات والمزارع اللي محدش بتاع محطه فاضي اصلا يطلع يعمل قناه يوتيوب يقول لك انا بشتغل ازاي. وفي ناس عندها سر مهنه، انا ما عنديش سر مهنه، اي حاجه اطلع اتعلمها اقولها على العلن. هنكلف الكتكوت جنيه ونص 2 جنيه بكتير قوي مش 15 جنيه والدواء يخلص ونرجع نخليها 20. والله العظيم واحد من بلدي هنا رحت صلحت اللوحه بقول له بيتكلف الكتكوت قسما بالله ل 25 جنيه ادويه بس، تخيل. فان شاء الله جنيه او 2 جنيه نكلف الدوره بتاعتنا. شغالين اهو الميه يا ابو انس الخل بيعمل وبيسوي يا عم سقوا 4 ساعات وبتنزل البيئة، وبعدين مش خل طعام اللي هو المصنع، ده خل تفاح. وبعدين انا ما بحطش اليوم كله، مش كل يوم اي حاجه. بص حتى لو خل، حتى لو دواء نوعه ايه ان زاد عن حده بيقلب ضده. يعني الهي سيلينيوم والالف د 3 اهي والفيتامينات الجميله دي لو زودت الجرعه تعمل لك اسهالات، لو طولت في الايام تعمل لك اسهالات، اللي هي مثلا الجرعه اخريه، يعني اخرك في الالف د 3 اهي والالف د 3 اهي والهي سيلينيوم والكلام الجميل ده يومين في الاسبوع ونص سنتي. لو المنتج كاتب سنتي انت حط نص، بيعمل اسهالات. هيجيب لك شك في دماغك انك عندك مرض، عندك بكتيريا، هو بتنزل مضاد حيوي تضعف في المناعه، مفيش حاجه تضعف. هو الكتكوت ما عندوش مرض، هتنزل له مضاد حيوي، المرض هيعمل مناعه ضد المضاد الحيوي اللي انت نزلته. جه بعد كده جالك المرض الثاني ونزلته، سلم لي على الشهداء اللي معاك يا باشا، ولا هيجيب معاه بنص جنيه نتيجه. واصرف بقى على المضادات الحيويه خصوصا لو عندك عدد. فالنظام ده نظام محطات بيكون عليها مهندس واقف على نظام التحميض بس، بيتابع نظام التحميض بس، بيراقب الادويه اللي ينفع تشتغل في وسط حمضي زي التلميكوزين، ينفع يتحط مع الميه المحمضه، اللي بتاع ده التلميكوزين ينفع يتحط مع الميه المحمضه زي البروبيوتيك، فيها عائلات اصلا بتنشط وبتتكاثر وبتثبت فعاليتها وبتكتر، وبيبقى المنتج بتضرب في 20 لما تحط البكتيريا المنهدة في ميه محمضه، وبيئه ما بيعيش فيها البتاع. كبد كلام هكس. وبعدين الساعه بقول لك 4 ساعات وباقي اليوم ميه بيضاء، الطائر بيشرب ميه بيضاء باقي اليوم. فان شاء الله خليكم معانا لاخر دوره، تابعوا معانا بالنظام اللي احنا ماشيين بيه. الاوزان هتكون على يعني هو لو هو مضر انا بجربه على نفسي، ما حدش يجربه لما الدوره دي تخلص. هجربه على نفسي واطلع في الاخر اوريكم الاوزان ونعمل دراسه جدوى اشترينا ايه وبعنا ايه وكسبنا ايه باذن واحد احد.
ادعوا لنا بس دعوه حلوه عشان الحسد وعشان العين، لان مش طبعا مش كل الناس اللي عندي محترمه، ممكن يكون فيهم واحد حاقد او حاسد يخبطني عين. بس الحمد لله يعني الواحد ربنا حافظه، يعني بدليل الميه اللي عندنا في العنبر دي اللي يوم يطلع عنا الوقت وننشفها. طبعا دي غلطه غير مقصوده. خرطوم ضرب، انا ما كانش عندي علم ان الخرطوم ممكن يضرب لانه متين، لكن برضه لما وقعت ربنا سترها. اللي يعمر ربنا يكسب. ما تعملش بشر، ما تقولش ده لما تيجي تبيع منتج ولا تبيع حاجه ما تقولش ده بيكسب واللي فات وهيربى عنبر وهيكسب 50,000 و100,000 في الدوره. عامل ربنا. كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. لوحه واحد سال عليها ب 12,000 جنيه، خدت له بنص الثمن بسته، وانا مرضي والله العظيم مرضي، مش محتاج اسفح. انا المشروع ده اصلا لوحده غنيني عن الشغل عن الناس، مش محتاج ان انا اسفح. له حاجات سبوبه خلاص الحمد لله يا رب. وان شكرتم لازيدنكم، اشكر ربنا وتلاقي الشغل جالك مش ملاحق عليه. والله لدرجه ان جبت كهربائي نسيبي اشتغل في كان هو اللي بيقفل اللوح، مش ملاحق على اللوح. فالحمد لله اللي يعامل ربنا يكسب، اللي يعامل ربنا يكسب. نقولها بقى قرآنية بقى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. عنبر غرق الا اكل عيشي. دي آية ايه. انا كده بشوف دعوتي وبشوف اللي انا الحمد لله اللي انا بقدمه لربنا بنية خالصة. اللهم اجعل عملي هذا خالصا لوجهك الكريم. القناة انا ما باخدش منها جنيه، ما بتجيبش فلوس ليا من ساعة ما عملت عليها 500 جنيه، ومش هينفع اسحبهم الا لما يكملوا 5000 جنيه. بس اللي بنعمله الحمد لله. اللهم اجعل هذا علما ينتفع به واجعله خالصا لوجهك الكريم. وادي النتيجة. عنبر كل يوم في كل دورة في تطور، بنطور حاجة. يحصل مشكلة، انا مش مشكلة غير مقصودة، اللي هو يعني انا خدت كل الاسباب اهو ما جاليش مشاكل، ربنا وفقني. لكن جت حصلت حاجة انا ماليش دخل فيها، مشكلة كده غير مقصودة، روح ربنا يستر عليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.